السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم ونتمنى تكونوا كامل بخير. نبداو على بركة الله سلسلة حلويات العيد، وحبيت نبدا بوصفة سلطان المائدة، مقروط الكوشة الجزائري، يجي من أروع ما يكون، يذوب في اليد قبل الفم، مبسس ومرمل ومعسل للقلب. حاولت اني نبسط قد ما قدرت يا البنات ونشرح بالتفصيل من الالف الى الياء، ما خبيت عليكم والو. جميع النصائح والاسرار اللي تسحقيها والمقادير جد مضبوطه، والنتيجه راهي قدامكم. فضلا وليس امرا، ما تنسيش الجام والبرطاج، هكذا الوصفات تلحق لجميع وحده تسحق الوصفه. ونرحب بكل وحده زارت قناتي لاول مره، ديري اشتراك وفعلي الجرس هكذا يلحقوك جميع الوصفات. نروحوا نبداو وصفتنا على بركه الله. نبداو بسم الله. نروحوا نبداو مع بعض. الخطوه الاولى اللي هي كيلو سميد، على حساب الكميه اللي راكي حبتها حبيبتي. دوكا هنايا السميد، من المستحسن تخيروا السميد هذاك اللي اللون تاعو رايح للصفر، هذاك يا البنات ينجح لكم من اروع ما يكون. والسميد لازم يكون متوسط، يعني ما يكونش فيه هذاك رطب، يعني يكون متوسط عادي. انا هنا نوعيه تاع السميد اللي استعملت السيم تاع الميزان، يعني تاع 25 كيلو، يجي بزاف شباب يا البنات. ولا كاين هذاك بن حبادي ولا عمر، هذوما كامل شابين. المهم انا استعملت هنايا الميزان مع الاول، يعني اللي تحب تقيس بالميزان ولا بالكيلة. انا استعملت 500 غرام، يعني 3 كيلات، استعملت كيلو ورطل، يعني هكا بالتدقيق. انا نحب نمد لكم بالميزان وبالكيلة البنات. وقست لكم في هذاك لو بول اللي كان 500 غرام، يعني ناقص ان دوا. هاي ليك درت مغرف سكر، مغرف صغيرة لكل كيلة تاع الملح، يعني درت 3 مغارف ملح، وزدت درت مغرف فارينة. وهنا نروح المرحله الثانيه باش نبسو السميد تاعنا. انا حكمت باطه تاع السمن 500 غرام، ذوبته وخليته برد تماما. يعني حبيبتي ضروري السمن تاعك يكون بارد تماما، يعني كاين واحد الامور لازم نتعلموهم، يعني على اصولهم. شوفوا هنايا نروحوا للكميه تاع ليدام يا البنات. اذا كانت عندك كيلة تاع سميد ممسوحه، راكي تفيضي ليدام، يعني كميه ليدام لازم تفيض شويه، يعني تفيض ماشي بزاف، تفيض غير شويه. كيما انا الكيله تاعي تاع سميد ما كانتش معمره، على بها كميه ليدام البنات عمرتها، يعني كي شغل كانت عندي كيله معمره وفيضتها. انا ما فيضتهاش في هذه الكيله تاعي، لانه الكيله تاع سميد ما كانتش معمره. ان شاء الله يا ربي البنات تكونوا فهمتوني. دوك نروحوا يعني نحكم مليح السميد تاعنا وليدام حتى تحصلوا على واحد القوام، تحسي بلي السميد تاعك راهو مشمخ، يعني هو ما راهوش مشمخ. حتى اللون تاع السميد البنات تحسوه كي شغل تبدل راح للابيض. يعني شوفوا النتيجه البنات، يعني تبداو تحكوا لمده 5 دقائق 6 دقائق حتى تشوفوا البنات اللون تاع السميد تاعكم راه تغير. من بعد حبيبتي تجي ديري التجربه الاسطوريه، يعني ترفدي كميه تاع السميد في يدك وتبداي تدوري هكا حتى تشكل لك كره متماسكه وما تتشققش. هنا نعرفوا بلي السميد تاعنا حكيناه بما فيه الكفايه، وعطينا له حقه ثاني في كميه تاع ليدام. ومن بعد يا البنات كيما راكم تشوفوا معايا، جبت كاس اتاي ولا نص كاس ما زهر، نرش كامل هذاك السميد، ونحرك هكا غير بالاصابع، نسي كيفاش ندخل هذاك ما زهر مليح في السميد تاعي. دوك نقول لكم علاش درنا ما زهر في هذه الخطوه. درنا ما زهر في هذه الخطوه اذا راكي حابه المقروط تاعك يخرج لك يذوب في الفم ويطول لمده طويله، يقعد يعني طري ما يبسلكش، ديري هذه الخطوه. يعني هذا الكاس اتاي تاع مزهر يخلي السميد تاعنا يتنفخ ويتشرب هذاك ليدام كيما لازم يا البنات. يعني ننصحكم ديروا هذه الخطوه. غطيو السميد تاعكم وخلوه يرتاح قد ما تقدروا يا البنات، يعني تقدروا ديروه في الليل وتخليه يرتاح حتى الصباح، ولا تخدموه في الصباح تخلوه حتى العشيه تبداو تشكلوا المقروط تاعكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوني حبيباتي. راني سيد كيفاش نشرح لكم ونبسط لكم، يعني اي وحده مبتدئه تروح تخدموا وبلا خوف.
هنايا نروحوا للغرس. الغرس يا البنات انا كان عندي هنايا حوالي 900 غرام هكاك. فوالا. نقيته. انا ما نديرش هذاك الغرس اللي يكون واجد البنات، انا نقيه بيدي هكا يعني باش نضمن الغرس تاعي يعني نقي ما فيه حتى حاجه. نقيته مليح ودرت له مغرف مارغرين، ونبداو نعجنو ونضيفوا ما زهر غير بشويه حتى نتحصلوا على القوام يكون طري. وهنايا نولي السميد تاعي بعد ما خليته ريح يعني مليح. نحاولوا كيفاش نفتحوه كامل. شوفوا يعني الله يبارك كيفاش تشرب مليح يا البنات. شوفوا كي تكونوا تحكوا في سميد في المرحله الاولى يا البنات، يا اخي قلت لكم تحسوه بلي كي شغل راهو مشمخ. تماك يا حبيبتي ما تخافيش، ما راهوش مشمخ. راح تخليه يرتاح وينشف ويتشرب كامل هذاك اللي يدام. هذه الملاحظه كنت نسيت ما قلتها لكمش مع الاول. وهنايا نجيبو كيله ماشي معمره تاع الماء وما زهر. البنات انا الكيله تاعي تاع السميد ما كانتش معمره، على بها الكيله تاع الماء والما زهر ثانيت ما نعمرهاش. ونبداو نرشوا السميد تاعنا. يعني هنايا روحوا غير بالعقل يا البنات، رشوا وحركوا هكا غير بالاصابع، رشوا وحركوا غير بالاصابع، ما تعجنوش يعني غير بالاصابع برك حتى نشوفوا بلي السميد تاعنا يعني الدحقو تاع الماء. لتماك نحبسو نطموه ونغطيوه نخليوه يرتاح شويه باش هذاك السميد يتشرب كامل هذيك الكميه تاع السوائل اللي درناهم. دوك شوفوا هنايا خلاص خليناه نريح. وهنايا وريت لكم يعني شحال قعد لي الكيله تاع الماء والما زهر. يعني انا ما درتهاش كامل على خاطرش ما نساوش باللي في المرحله الاولى درنا كاس اتاي تاع ما زهر، دونك ما راحش يرفد لي بزاف الكميه تاع الماء والما زهر. وهنا حبيبتي انا درت مقروط الكوشه بريستيج. صافي لازم نوزنوا الحبات تاعنا. لاباط وزنتها 35 غرام، والحشو الغرس وزنته 15 غرام. هكذا الحبات تاعكم تخرج لكم يعني الله يبارك تخرج لكم شابه. ولا اذا درتوا حربوش او باين ديروا حربوش، ديروا الغرس تاعكم لداخل وتطبعوا بهذاك الطابع تاع المقروط. ومن المستحسن حبيبتي وزني كامل لاباط تاعك 35 غرام، وزيدي وزني الغرس ولا الحشو اذا درتيه بالحشو يعني بالمكسرات، وزنيهم كامل وباش نبداو نخدموا. هنا نبداو نشكلوا في الحبات تاعنا. شوفوا يا البنات تجيبوا لاباط تحطوها على راحه اليد، تبسطوها هكا شويه من الجوانب وتخلوا الوسط خشين هكذا باش كي نطبعوا في المول تاعنا يعني ما يبان لناش الغرس. يعني نسيو كيفاش نضغطوا هكا مليح باش هذاك الطرشام يعني يخرج لنا مليح. ونفتحوا الموديل تاعنا ونسيو كيفاش نحو الحبه غير بالعقل يا البنات باش ما يخسرناش هذاك الشكل، ولا تخبطوا هكا الطابع تاعكم والحبه يعني تطيح بكل سهوله. نزيد ندير معاكم حبه واحده اخرى هكذا باش تشوفوا مليح وتزيدوا تفهموا مليح. ونروح نهضر على واحد النقطه يا البنات. اذا كانت لاباط تاعكم يعني طريه بزاف واش ديروا؟ شتو كي تشكلوهم هكا كريات، غطوهم مليح وديروهم في الثلاجه 15 دقيقة ولا 20 دقيقة. المهم تشوفي الحبة تاعك يعني شدت روحها، يعني هذاك السمن عاود شد روحه، تعاودي تخرجيه وتخدمي يعني وتطبعيه عادي، والحبة تاعك يعني تخرج لك الله يبارك. ومن المستحسن يا البنات طبعوا كامل الكمية اللي عندكم وخلوهم ينشفوا، ولا عاودوا رجعوهم دخلوهم الفريجيدار بعد ما تشكلوهم يعاودوا يشدوا روحتهم مليح هكذاك باش تقدروا تدخلوهم للفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. يعني المقروط يحب الفرن يكون مسخن مليح يا البنات، واكيد تعسوه كي تشوفوه طايب من التحت عاودوا طفيولو شعلوا له من الفوق وعسوه يا البنات باش يخرج لكم هذا اللون هكا موحد. دوك نروحوا للتعسل يا البنات. هذا المقروط يتعسل هكذا برك غير تعمري مغرف
وديريه هكا من الفوق، يعني هكاك سخون، والعسل يكون بارد. هذا ماشي كيما المقروط المقله، يعني من المقله نديروه ديراكتومون يعني داخل العسل. لا لا، هذا المقروط يتعسل هكذا برك من الفوق. يعني في هذه المرحله يا البنات تقدروا ما تعسلوهش كامل، يعني تعسلوا غير الكميه اللي تسحقيها. سينو الاخرين تعمروا لي بواط تاعكم، كل ما تسحقي كميه جبدي سخني العسل وعسليه. يعني اكيد هو المقروط يكون بارد، العسل لازم يكون سخون، والعكس البنات كي يكون المقروط سخون عسلي بالعسل يكون بارد. نروحوا للتزيين البنات بالمكسرات. يعني واش كتب ربي واش عندكم. انا كان عندي هنايا كميه تاع الجوز وشويه لوز مقشر وشويه لوز ماشي مقشر. ضفت للمكسرات شويه عسل هكذا باش ينطموا وما ما يتفتوش، ولا جلوكوز. ولا حبيبتي انتيا في التزيين تقدري تخلي الحبه تاع المكسرات يعني هكاك كامله. يعني كما قلت لكم التزيين يقعد اختياري، انا وريت لكم يعني الفكره اللي درتها. التزيين يقعد اختياري. كما هنايا حبيبتي درت لا فوي دور، فينالمون راهو قال لك ماشي مليحه، يعني اللي يقدر ايفيتيها ايفيتيها. المهم نزينوا كامل الحبات تاعنا، ويكون المقروط تاعنا واجد، والوصفه تاعنا تاع نهار اليوم تكون واجده. اكيد حبيبتي باش يكون تزيين كامل ومكمول نجيبوا لي كيسات، يعني لي كيسات يزيدوا النص في الجمال تاع المقروط تاعنا. شوفوا الله يبارك كيفاش خرجت. وباش تكون المصداقيه اكثر كيما موالفه ندير لكم نقسم معاكم الحبه باش تشوفوا كيفاش خرجت الدب، يعني البنات في اليد قبل ما تلحق للفم. هذه هي، انا نقول لكم لحقنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا معايا، يا لو كان حاجه قليله. البنات راني عطيت لكم جميع الاسرار باش ينجح لكم المقروط الكوشه من اليوم فصاعدا. مستحيل، واذا تبعتي الخطوات مستحيل ما ينجح لكمش. وكما العاده دائما ننصحكم هذه النصيحه، دائما جربي كميه قليله، يعني جربي كيله صغيره. كي تشوفي بلي الوصفه راهي ناجحه 100% لتماك ضعفي في الكميه هكذا باش ما تخسريش روحك في المكونات. لحقنا لنهايه الفيديو، نتمنى حبيبتي ما تنسايش هذاك اللايك وتبارطاجي لي الوصفه مع احباباتك وفاميلتك. اي وحده تشوفيها باللي تحتاج هذه الوصفه ان شاء الله يا ربي نجعلوها صدقه جاريه عليك وعليا ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإن شاء الله نتلاقاو في الوصفات الجايين. طلعوا بزاف في روحتكم، صحة فطركم، سلام.